ازيكم عاملين ايه؟ النهارده احنا بنقدم لكم حلقه جديده من برنامجنا شوفها صح. النهارده الحلقه بتاعتنا مش هنتكلم فيها عن السياسه، لكن برضو موضوعنا بيحتك بالسياسه بشكل او باخر. النهارده احنا هنتكلم عن نظره المصريين للحاكم بتاعهم عبر التاريخ، وازاي كانوا بيعاملوه على انه بابا الرئيس. الحلقة بتاعتنا النهاردة قبل ما نبتديها عايزة أخدكم لمشهد صغير من فيلم زينب. الفيلم ده اتعمل في الأربعينات بطولة الممثلة الجميلة رائية إبراهيم. تعالوا نتفرج على المشهد وبعدين نرجع نكمل كلامنا تاني. امشي اطلعي سريرك، امشي اطلعي. جاي يا زينب، رايحة فين؟ رايحة المستشفى يا حسن، رايحة المستشفى يعالجوني ويطيبوني. اللي ملوش أهل الحكومة أهله. دلوقتي احنا اتفرجنا على مشهد الممثلة الجميلة رائية إبراهيم وهي طالعة بدور الفلاحة، وبتقول للمصريين أو بتقول للممثلين زمايلها في الفيلم اللي ملهوش أب وملهوش أهل الحكومة أهله وأبوه. دي للأسف كانت نظرة المصريين وما زالت نظرة المصريين للحاكم وللحكومة. طيب يعني ايه؟ يعني هم المصريين طلعوا قرار لوحدهم كده ان الرئيس هو اللي لازم يكون البابا والحكومة هي الاهل اللي احنا هنجري عليه ونستعين بيه في اي مشكلة من المشاكل؟ سيبك بقى من الشورى، سيبك بقى من الاحكام التشريعية ومش عارف ايه والكلام الفاضي ده للشعب التوتو مش بتاعنا احنا شعب عنده حضارة 7000 سنة. ال7000 سنة دول احنا ما عندناش الكلام ده فيهم، لا تنفيذي ولا تشريعي ولا الكلام اللهبل اللي هم بيقولوه ده. احنا شعب الرئيس هو ابونا اللي بنتحمى فيه. طب تعالى احكي لكم بقى ازاي كانوا بيتحاموا المصريين في الاب بتاعهم ورئيسهم من سنين السنين ومن ايام الحكم الفرعوني. ايام الحكم الفرعوني كان الرئيس او الحاكم وقتها بيتقال عليه ابن الاله. ليه كان بيسمي نفسه ابن الاله؟ وكانوا بيقول ابن الاله رع، ابن الاله امون، ابن الاله اتون. ده علشان يتحامى في الاله ويخلي كل المصريين تمشي وراه، والمصريين للاسف كانوا بيصدقوا وبيمشوا وراه ويقولوا لك ده ابن الاله، يعني ده الاب الاعظم اللي لازم كلنا نقدم له كل الفروض الولاء والطاعه ونصلي له ونقدم له كل حاجه في ايدينا علشان يرضى عننا، وبالتالي الاله يرضى عننا. ما تمشوش في اي حته وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب للقناه وتعملوا لنا لايك وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا، وخليكم معانا عشان نكمل عبر التاريخ ايه اللي حصل وازاي النظره دي فضلت مستمره لحد النهارده. وهل الحكام اللي جم بعد الفراعنه استمروا على نفس النهج ولا اتغيروا؟ هقول لك دلوقتي، بس تعالى نروح نتفرج على حته كده فرعونيه شويه ونشوف الفراعنه كانوا بيتعاملوا معاهم ازاي مع الحاكم كده. بس لا، ده حتى المعتدي والغازي كانوا برضو بيعاملوه معامله الاب. يعني عندنا بسمتك وعندنا الاسكندر الاكبر وغيره من الناس اللي غزوا مصر كانوا بيتعاملوا معامله الاب والاله وابن الاله. كانوا بيجوا يدعوا ان هم برضو ولاد الالهه هنا في مصر عشان يخلوا المصريين بما انهم شعب متدين بطبعه وبيجري ورا فكره الاله وازاي نرضيه ومش عارف ايه، وكانوا بياخدوا الجانب ده عشان يقولوا ان هم ولاد الاله عشان يكسبوا المصريين ويخلوهم يطيعوهم ويسمعوا كلامهم. مش بس كده، ده نابليون كمان لما جه مصر هنا ادعى ان هو الاب وحب يعمل نفسه اب للمصريين وحبيبهم وكبيرهم والكلام ده كله، لكن للاسف المصريين لفظوه لسبب واحد بس، مش عشان هو عمل كده، لا، ده بس عشان كانت لغته غير لغتهم ومعرفش يتكلم اللغه العربيه. ما انتهيناش لحد كده، الموضوع فضل يتوارث لحد ما دخل في الاسره العلويه اللي هي الاسره الملكيه، اسره بقى محمد علي وما بعد وي 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 كل ده كمان. المصريين ما اكتفوش بس ان هم يعاملوا الحاكم ان هو الاب، لا، دول كمان خلوه حاجه كده، يعني حاجه
حاجه معظمه، حاجه كده ما بينفعش ان هو ينزل للنزله بتاعه البني ادمين العاديين، فسموه الخديوي وسموه افندينا وسموه حاجات كتيره جدا واطلقوا عليه مصطلحات كتيره جدا بتدل على العلو، وان هو من جهه تانيه خالص او من مقام تاني خالص غير مقامهم اللي هم بيتعاملوا بيه. وده بيثبت فكره ان هم عندهم الاب او الحاكم شيء مقدس للغايه. ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب للقناه وخليك معانا عشان لسه هنحكي بقيه الحكايه. بعد الاسره الملكيه ما خلصناش، دخلنا بقى للجمهوريه، وجي بعدها يعني سيبك بقى من محمد نجيب لانه بصراحه الراجل ما لحقش وجي على طول خطف كده ومشي. جه جمال عبد الناصر. لما جه جمال عبد الناصر كان بيحاول الراجل قدر الامكان ان هو يغير كل اللي فات ويغير كل التاريخ الاسود على حد قول الناصريين وغيرهم اللي كان في الملكيه. ومالناش دعوه بالموضوع ده عشان احنا قلنا مش هنخش في السياسه مالناش علاقه. خلينا بقى نشوف نظره عبد الناصر ونظره الناس لعبد الناصر كانت ايه. الناس بصراحه ما كدبتش خبر وفضلت تحب عبد الناصر على انه اب وتسمع كلامه، وما ينفعش خالص ان هم ما يوقفوش جنبه ويساندوه ويحبوه زي ما بيحبوا ابوهم. عبد الناصر كان بالنسبه لهم السيد احمد عبد الجواد اللي لازم يبوسوا ايديه ويحيوه ويقفوا معاه. عبد الناصر كان الاب بجد بالمعنى الحرفي، لدرجه ان في وقت من الاوقات ناس بعتت له جوابات من ضمنها كانت بنت يتيمه علشان خاطر يحضر كتب كتابها ويقوم بدور ابوها اللي مات. عبد الناصر لما مات كانت جنازته بتدل ان دي جنازه اب، والشعب المصري كله طلع في جنازته يعيط ويبكي ويلطم ويقول ابونا النهارده مات. عبد الناصر لو بصيت لجنازته زي ما احنا هنعرضها دلوقتي هتلاقي ان كان كل مصري من المصريين ماشي بجنازه عبد الناصر على انه ابوه. Pendant 8 jours, tous les transports sont gratuits en Égypte et la foule accourt de tous les coins du pays. On l'évaluera à 6 millions d'individus. Au gré des heures, les évanouissements commencent au sein d'une foule conditionnée par une nuit de cris, de larmes, de prières et de délires. Une foule qui a... الموضوع خلص عند عبد الناصر وما بقاش في اب تاني رئيس؟ لا، ما حصلش. اللي حصل ان كمان لما السادات مسك البلد لعبها صح او لعبها بطريقه مختلفه. وانا قبل ما هقول لكم ازاي السادات لعبها بطريقه مختلفه تعالوا نتفرج على الفيديو ده وبعدين نرجع تاني. ده وارد يا فندم. كل شيء يا فندم لو سمحت حضرتك، في فرق بين ان واحد ينافق سيادتك وفرق ان حضرتك تقبل النفاق. كلامي واضح جدا. لا، يعني ممكن انا انافق سيادتك اسمع اي وممكن كلام حضرتك ترفض النفاق. ده خرج عن حدود الادب. في ايه يا فندم؟ الزم مكانك، الزم مكانك وحدودك. ومن اليوم يا اولادي انا جايبكم عشان اقول لكم هذا. من اليوم الاحترام للقيم وللمعاني. الدين ما قالش انه يقف ويقول هذا الكلام امام رئيس العيلة، رئيس البلد اللي سمح له يجي عشان يقول رأيه بصراحة. دي ماهش من الدين اطلاقا. زي ما شفنا السادات وهو بيتكلم مع ابو الفتوح وبيقول له ان انت ما ينفعش تعلي صوتك كأنك بتكلم ابوك. السادات ما كدبش خبر، السادات خد التراك بتاع انا كبير العيله وانا الاب، وكان بيتعامل مع كل المصريين بهذا المنطق. يلبس الجلابيه ويمسك البايب ويقعد قدام البيت في المنوفيه ويلم الناس حواليه، مش بس في المنوفيه وفي كل حاجه. والتراك ده كمل، مش بس ده كمان السادات خد تراك ابن الاله بس بصوره مختلفه شويه. خد نفسه سكه الرئيس المؤمن علشان يكسب المصريين برضه ويخليهم يحبوه بنفس الطريقة اللي كانوا بيحبوا بيها ولاد الآلهة والحكام القدام. السادات كان ذكي جدا
وكمل على هذا التراك. ومش بس الواقعه بتاعه ابو الفتوح اللي بتدل على ده، انتوا ممكن كمان تشوفوا الفيديو اللي جاي ده وواقعته مع حمدين صباحي، هتتاكدوا ان السادات خد نفس تراك الرئيس الاب او الاب الرئيس. تعالوا نتفرج على فيديو ونرجع تاني، بس ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب ولايك للقناه. بتطرح في مصر الان امكانيه وجود سلام امن مع اسرائيل في جنيف. انت ضد السلام في جنيف؟ انا طبعا ضد اي حل لا يرجع كافه الحقوق العربيه المشروعه لاصحابها، ومنها ان الشعب الفلسطيني يرجع، ولو كان ده احنا ضده. ما تخليك يا ابني يعني خليك محدد يا ابني. احنا انت عارف كلامي عن جنيف لما قلت هنروحوا ايه اللي بعنيه بالسلام. بعد ما اتفرجنا على فيديو حمدين واتاكدنا على التراك اللي كان ماشي عليه السادات وشفناه كان بيتعامل ازاي مع المصريين، تعالوا بقى اقول لكم على حاجه. لولا ان السادات مات بالشكل اللي مات بيه والحادثه اللي حصلت دي، كنتوا هتشوفوا نفس مشهد جنازه عبد الناصر في جنازه السادات، لكن القدر ما امهلهوش وما خلاهوش يستمر بالطريقه دي، والموتة بتاعته زي ما كلنا كنا عارفين كانت بشعه، الله يرحمه. وطبعا هو مشكور على اللي عمله في 73، وما نقدرش نقول اي حاجه عن تاريخه غير انه حاصد بطوله 73 وغيره طبعا من التاريخ، بس احنا برضو قلنا مالناش دعوه لا بالسياسه دلوقتي ولا غيره. تعالوا بقى نبص على الكبير، الزعيم اللي لينا حكايات وصولات معاه لسنين كتير اكتر من 30 سنه، الرئيس السابق محمد حسني مبارك. محمد حسني مبارك مشي على نفس التراك اللي سبقوه، انا بابا، بس المره دي كان بيقولها صراحه، انا ابوكو. ومش بس بقى كان بيقول لنا انا ابوكو، كان بيعمل نفس التصرفات بتاعه الاب، لا ده كمان جاب ابنه البكري جمال مبارك وعمل دور الابن الكبير الوصي على العيله، زي بالظبط كده ما بنتفرج على الحاج درويش او ابا درويش في مسلسل الوتد، لما نشوفه ان لما الاب كبر وشاخ كان ابنه الكبير هو اللي بيقوم بكل وظايفه وهو اللي بيعمل كل حاجه. جمال مبارك عمل كده وبرضه قام بكل وظايف حسني مبارك، وكان بيعين الوزير ده ويشيل الوزير ده ويحط هنا ويشيل هنا وي 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 وي. وطبعا المصريين ما ينفعش ان هم يغضبوا بابا الرئيس، ولا يغضبوا ابنه الابن الكبير ابا درويش اللي هو جمال. واستمرينا على هذا الحال. قامت الثوره، قلنا بس فرجت الموضوع هيختلف وهنبقى زي اوروبا والدول المتقدمه وهنعمل زيهم كده وهنمشي بقى ايه دوله مؤسسات والكلام الفاضي اللهبل اللي هم بيتكلموا فيه ده، احنا مالناش دعوه بيه برضه، احنا مستمرين زي ما احنا، لا ثوره ولا غير ثوره، ومالناش دعوه اصلا باحداثها اذا كانت صح ولا غلط، احنا ما بنتكلمش في السياسه اهو، احنا بنقول اهو في السياسه النهارده بدون سياسه. المهم طبعا لما قامت الثوره ايه اللي حصل؟ ان مبارك لما اتشال ناس كتير طلعت قالت يا اخي اعتبر ابوك، يا اخي ما ينفعش تعمل مع الراجل كده، الراجل كبر وعجز، ده ابوك يا اخي ينفع تعملوا مع ابوكم كده وتشيلوه، ينفع تهنوه، ينفع مش عارف ايه، عشان دي فكره المصريين جوه دماغهم ان الرئيس هو بابا الرئيس. خلصنا. وبعد الثوره خلصت وقامت ثوره تانيه ودخلنا على 30 يونيو وجالنا الزعيم الأكبر السيسي. قلنا بس احنا هنطبق دولة المؤسسات. بصراحة الراجل ما قصرش، الراجل عمل كل حاجة علشان يمشي دولة المؤسسات، عمل أرقام ساخنة عشان تقدر تكلم الوزراء كلهم وتكلم كل وزارة على حدة، قسم الشغل ما بين الوزراء وجاب رئيس وزراء وجايب وزراء وكل وزير عامل خط ساخن ليه، بالاضافه ان السوشيال ميديا ما خلاش انت تقدر تتواصل مع كل وزير وتقدر تتواصل مع كل رئيس حي وتقدر تتواصل مع رئيس الوزراء نفسه ومع الرئيس. لكن للاسف عشان المصريين هي نفس افكارهم مشوا في نفس التراك، بابا الرئيس. لو واحد البقره بتاعته اتعثرت في كفر مبهانه هيقول لك الحقني يا سيسي، الحقني يا سيسي، البقره بتاعتي باظت، البقره بتاعتي وقعت، اتعثرت، الحقني، شوفني ايه اللي بيحصل عندي. وبعدين طب ما انت عندك رئيس حي، عندك رئيس مركز، عندك وزير التنميه المحليه،
عندك فوق رئيس وزير التنميه المحليه عندك رئيس الوزراء. ليه السيسي؟ يعني ليه السيسي؟ السيسي ده في القمه فوق، ليه بنناديله؟ ليه بابا الرئيس؟ ليه؟ ما احنا عندنا حاجات تانية كتير او ناس تانية كتير بتشتغل تحت ايد الراجل ده نقدر نلجأ لها. انت بتكلم مين يا عم انت؟ مفيش الكلام ده. بصراحه السيسي برضو عنده حته. الراجل دلوقتي بقى بالنسبه للمصريين خاتم سليمان. كل يوم جمعه الناس تاخد بعضها وتنزل تدور عند المشروعات الجديده تشوف السيسي عشان اول ما تلاقيه تحل مشاكله. هو ما بيغلطش، هو بيحاول ان هو يباشر مهامه وعايز يبقى قريب من الشعب وعايز يشوف ايه اللي بيحصل وعايز يباشر كل مسؤولياته. لولا لو هو ما بينزلش يباشر المشروعات الجديده اللي بتتعمل دلوقتي ما كانتش اتنفذت في اسرع وقت ممكن. بس الخطأ ده يعني ليه ندفع ثمنه كلنا؟ يعني لازم احنا نتغير، ده اولا. ثانيا الوزراء والمسؤولين لازم يتغيروا ولازم يتعاملوا على انهم قد المسؤوليه اللي اتحطت فيهم. وبعدها نبتدي نشوف ليه ما ينفعش يبقى بابا الرئيس. والدليل على كلامي فكره ان بابا الرئيس، المصريين اول ما اتعمل قانون الشهر العقاري الجديد جريوا على الرئيس وقعدوا يعيطوا ويولولوا قرار وصعب ومش عارف ايه. مفيش ولا واحد مسؤول خد القرار الا لما الرئيس السيسي هو اللي طلع بنفسه واجل القرار ل 2023. طب فين رئيس الوزراء من كده؟ ازاي هو ما خدش قرار زي ده؟ ازاي السلطه التشريعيه المتمثله في البرلمان والشيوخ ما خدتش قرار زي ده؟ وغيره من القرارات التانية اللي ما ينفعش ان هي تتعدل الا بتدخل الرئيس السيسي. ما هو انتوا يا وزراء ويا مجلس الوزراء لازم تحسوا بالشعب علشان الشعب ما يلجأش لبابا الرئيس، لازم يلجأ لكم عشان نقدر نكون دولة متقدمة وعلشان نقدر نقول ان احنا عندنا سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية موجودة في الدولة، ونسيبنا من فكرة بابا الرئيس وخاتم سليمان اللي كل المصريين دلوقتي بقوا عمالين يدوروا عليه في الشوارع. النهاردة السيسي بينزل بيلف في الشوارع، اي حد عنده مشكلة يروح يحلها له. طب ما هو انت لو عندك مشكلة مش محتاج تقابل السيسي. انت لو عندك مشكلة تخص الأراضي هتضطر ان انت تتجه، او انت ممكن تتجه عن طريق السوشيال ميديا تتواصل مع الوزارة المعنية اللي هي وزارة التنمية المحلية وتقدم لهم الشكوى اللي انت عايزها، او في خط ساخن للتنمية المحلية موجود ممكن تعمل سيرش عليه وتلاقي الرقم بتاعه وتتصل عليهم وتبعت لهم الشكاوي. في مراكز شكاوي عامة موجودة داخل البلد تقدر تقدم لهم الشكاوي دي، وتقدر تبحث عن مراكز الشكاوي وعنوانها وارقام تليفوناتها وتتواصل معاها. طيب لو الوزير ما عملكش حاجة، او خلينا الاول نبدأ من الهيكل التنظيمي ونتعرف عليه. الهيكل التنظيمي بيقول ان احنا عندنا 3 سلطات. السلطة الاولانية، او خليها بلاش نمشيها بالترتيب، بس هقول لكم ان احنا عندنا سلطة تشريعية متمثلة في البرلمان ومجلس الشيوخ، وعندنا سلطة قضائية متمثلة في القضاء، وعندنا السلطة التنفيذية المتمثلة في رأس السلطة التنفيذية هو رئيس الجمهورية، ويليه مجلس الوزراء، ثم الوزراء، ثم المحافظين، ثم رؤساء الأحياء. ده الهيكل التنظيمي. لو انت قابلتك اي مشكلة اتبع الهيكل التنظيمي من تحت لفوق. ما ينفعش تروح لراس الهرم اللي هو السيسي وتسيب كل اللي تحت دول. لو عندك مشكلة في الحي بتاعك توجه على طول لرئيس الحي. رئيس الحي ما استجابش، اطلع على اللي فوقيه وزير التنمية المحلية او المحافظ الاول، اسفة المحافظ. لو المحافظ ما عملكش حاجة اتجه لوزير التنمية المحلية. طب لو عندك مشكلة في الصحة روح للوحدة الصحية بتاعتك او المستشفى التابعة ليها. ما حلتش اطلع للمركز او وزارة الصحة واشتكي هناك. لو الوزراء وقفت عندهم ومعرفتش تاخد حقك لا من وزير الصحة ولا من وزير التنمية المحلية ولا وزير الزراعة ولا وزير الإسكان ولا كل الوزراء دول ما عملوش حاجة، تعالى بقى نطلع للكبير رئيس مجلس الوزراء. رئيس مجلس الوزراء هو يقدر يمشي كلامه على اللي تحته، وهو يقدر يحاسب اللي تحتيه. اتعاملوا معاه، ابعتوا لمركز الشكاوي الخاص برئاسة الوزراء.
وخاصة في أيام كورونا دلوقتي، وبيتهيألي في ناس كتير جدا جربت مركز الشكاوي الخاص بمجلس الوزراء اللي هو متمثل في رقم التليفون 105، وكان الناس بتتصل بيه كتير جدا وكانوا بيردوا وكانوا بيساعدوا الناس بطريقة كويسة جدا مع وزارة الصحة. انتوا ما جربتوش، بس انتوا لازم تجربوا ولازم تشيلوا من دماغكم خالص فكرة بابا الرئيس. ما هو الراجل برضو يعني خلينا نتكلم منطقيا، هو هيعمل ايه ولا هيعمل ايه ولا هيعمل ايه؟ هو مش دي شغلته اصلا، هو مش شغلته ان هو يدور علينا وعلى مشاكلنا وعلى المش اللي اتدلق من بهيه، ولا بقره بهانه اللي اتعصرت، ولا رجل احمد اللي اتكسرت ولازم تتصلح. مفيش الكلام ده، مش شغلانته. هو شغلانته يعمل حاجات اكبر بكتير جدا عشان لما نيجي نحاسب نعرف نحاسب صح. لكن احنا دلوقتي مش عارفين نحاسب عشان احنا مشتتينه في مليون الف حاجه. خليه يركز في مهامه الرئاسيه، ويا ريت مجلس الوزراء يفعل اموره. هو مش سكرتاريه ولا هو بينفذ اوامر الرئيس وبس. مجلس الوزراء عنده وظائف لازم يقوم بيها، والوزراء اللي تحتيه عندهم وظائف لازم يقوموا بيها. انت كمصري الاول اعرف حقك فين، واعرف طلباتك ايه وهتوجهها لمين. ولما ما يحاسبكش، لما ما ينفذش اللي مطلوب منك المسؤول اللي انت عايز تطلب منه الحاجه اللي انت عايزها، ابقى اتوجه للرئيس، وساعتها هيبقى بابا فعلا. لان احنا ملناش غير ان احنا نلجأ للرئيس في حاله ان كل اللي تحتيه والهيكل التنظيمي كله فشل في ان هو ينفذ ويرجع لنا حقوقنا او يدينا حقوقنا اللي احنا عايزينها. ساعتها مش هيبقى قدامنا حل غير بابا الرئيس. شكرا ليكم ونشوفكم في حلقه جديده، واتمنى ان تكون الحلقه عجبتكم النهارده. وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا لنا لايك للحلقه ولبقيه الحلقات، وتشوفوا في برنامجنا شوفها صح القايمه كلها، وتشوفوا بقيه الفيديوهات وتقولوا لنا رايكم فيها. شكرا ليكم ونشوفكم في حلقه جديده. باي باي.